الفنانة سامية أمين هي فنانة مصرية اتولدت في 24 مارس سنة 1945 في القاهرة. تعد واحدة من أهم وأكبر الممثلات المصريات اللي اهتمت بالتمثيل وتركت بصمتها الخاصة على شاشة التلفزيون المصري. بدأت حياتها الفنية سنة 1967. قدرت إنها تثبت موهبتها منذ اللحظة الأولى. اتميزت بأداء الأدوار المعقدة والصعبة. ده جعل أنظار المخرجين والمنتجين عليها. على مدى أكتر من 40 سنة شاركت الفنانة سامية أمين في ما يزيد عن 30 عمل درامي اتنوع بين الأفلام السينمائية التلفزيونية. ومن أهم الأعمال اللي شاركت فيها كان مسلسل حضرة المتهم أبي، اللي نالت فيه مشاهدة كبيرة وإعجاب الكتير على أدائها المتميز لدور الأم المصرية القوية اللي بتواجه تحديات الحياة بصبر وثبات. وأيضا برعت في تمثيل لحظات حرجة اللي بيتناول حياة الأطباء في لحظات حاسمة ومؤثرة. من الأعمال التي لا تنسى أيضا كان دورها في مسلسل الضوء الشارد. اتجوزت الفنانة سامية أمين من المخرج الشهير مصطفى الدمرداش اللي دعمها في مسيرتها الفنية. لهم ابن واحد هو الفنان أحمد الدمرداش اللي دخل أيضا في المجال الفني، وكانت حياتهم الشخصية هادية إلى حد كبير. حرصت على الحفاظ على خصوصية حياتها الأسرية بعيدا عن الفن. اتوفت في 2 أغسطس سنة 2020. رحلت الفنانة سامية أمين وهي بعمر 75 سنة بعد صراع طويل مع المرض. وبرحيلها فقدت الساحة الفنية واحدة من أهم أعمدتها اللي كانت بتضيف الكثير من العمق والواقعية لكل دور بتأديه. شكلت وفاتها صدمة لمحبيها وزملائها في الوسط الفني الذين ودعوها بكلمات مؤثرة تعبر عن احترامهم الكبير لتاريخها الفني وإنسانيتها. الفنانة سامية أمين لا يمكن أن نتذكرها كواحدة من رموز الدراما المصرية اللي شاركت بموهبتها واحترافيتها في نجاح وتقدم الشاشة العربية. مسيرتها الفنية كانت مليئة بالنجاحات، لكنها قدرت إنها تترك بصمة في قلوب الجماهير. وعلى الرغم من رحيلها سيظل اسمها محفور بالفن الراقي اللي بيعبر عن قيم الأصالة والإبداع. الله يرحمها ويتقبلها عنده.